خوتي السلام عليكم. شخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، وشكرا لكم على المتابعه، شكرا لكم على الدعم، وشكرا لكم على التعاليق الزوينه ديالكم اللي لا يخطيكم. بعض المرات كيجي شي واحد كيعاود لنا شي قصه واقعيه، ولكن كتكون صعيبه على العقل يصدقها، وكنبقاو نقولوا لا لا مستحيل هادشي وقع، ما يمكنش. ولكن ملي كتجي من مولاها، من صاحب القصه، هو اللي كيقول لنا ودي راه طرا ليا وطرا ليا، انا كنبقاو غير كنشوفو. القصه ديال اليوم ديال واحد الشاب سميتو مصطفى. قال لي انا صافي حياتي ضاعت، مشيت لاويه برجلي، ولكن بغيتكم تسمعوا القصه ديالي باش تكون عبره لولاد وبنات ما يغلطوش الاغلاط ديالي. وفعلا القصه ديال مصطفى خص كل بنت وكل ولد يسمعها باش ما يطيحش في هاد الاغلاط هادي. وانا بغيت نقول لمصطفى شكرا لك على الشجاعه ديالك، شكرا لك على الانسانيه ديالك. وكل واحد تقاسم معنا القصه ديالو للعبره بغيت نقول ليه شكرا وشكرا بزاف، لان هذه هما دروس الحياه، هذه مدرسه الحياه. واجيو معايا نحكي لكم قصه مصطفى ملي هضر معايا قال لي انا جاي من واحد العائله متوسطه الحال، ما غنيه ما فقيره. كنت كنقرا وكملت قرايتي الحمد لله وتخرجت، وكنت كنبغي واحد البنت مانيه مات الدراسه سميتها حفيظه، ولكن هي ما كملاتش دراستها، ما ساعدتهاش الظروف، خرجت وبقات كدير شغل الدار. وانا مني قررت نتزوج بطبيعه الحال تزوجت بحفيظه اللي كنبغي. وما نقولش لكم وما نعاودش لكم العام الاول كي داز، السعاده والهدوء، ورزقنا ربي وليد، وكانت الفرحه كبيره. ولكن انا فيا واحد ديفو كبير وخطير، انا كنعيش على المظاهر، خاصني نعيش كتار من جهدي. كنبغي طوموبيل زوينه، الدار زوينه، المراه زوينه، بالعربيه كنبغي نفوح. حفيظه العكس ديالي تماما، حفيظه كتعيش بداكشي اللي عندها على قدها. وواحد المره قلت لحفيظه غنبدل الطوموبيل، ما بقاتش مقنعاني هاد الطوموبيل. قالت لي رد بالك، راك خدام بوحدك، عندك غير اجره وحده. ولكن انا ما سمعتش منها، مشيت بعت طوموبيلتي ومشيت خديت كريدي زدتو على هذاك الفلوس وشريت طوموبيله واعره. ومني وليت كنحط طوموبيله في الدرب ولات كتجيني لا لا ما خصنيش هاد الدرب شعبي. ولكن بغيت ابارتمون ما عنديش، لان ما بين طريطه ديال الطوموبيل ومصاريف الدار مع البيبي وهذا ما بقاش كيبقى ليا. واخا هكاك انا صممت، وليت كنفكر في الدار بزاف، كي غندير باش تولي عندي ابارتمون في بلاصه مزيانه. وبكثره المشاكل وبكثره الضغط ما لقيتش الحل، الشيطان نعاله الله حط لي حفيظه هي اللي في الطريق. وليت كنشوف حفيظه هي المشكل، لو كنت زوجت وحده خدامه ما يطراش ليا هادشي. وليت اليوم غدا كتبان لي حفيظه هي المشكل، وليت معاها قبيح، وليت كنقول لها كلام جارح، كنقول لها كان عليا نتزوج وحده خدامه، انت غير ماكينه كتاكل الخبز. وبقات الايام كدوز هكاك حتى فعلا قلت صافي خصني نطلق حفيظه ونتزوج وحده خدامه. ومني طلقت حفيظه سمعت واحد الكلمه بزاف، شي 20 ولا 25 مره، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق. ومني طلقت حفيظه وليت كنقلب على شي وحده خدامه باش يكونوا دو صالير نعيشوا مرتاحين، ما غيطيحني ربي غير في دجاجه بكمونه. واحد البنت سميتها سهام، كامله مكموله، كبر مني ب5 سنين، ولكن معليش لان حتى الصالير ديالها كبر من ديالي، عندها ابارتمون في حي مزيان، عندها طوموبيله واعره. مني دويت معاها في الزواج قلت لها بغيت نتزوج بك، قالت لي شوف خصك تعرف واحد المساله، انا عندي كلشي الحمد لله، بغيت الراجل غير على الولاد. قلت لها مرحبا، تزوجنا. وفعلا عشنا الحياه اللي انا كنقلب عليها، كنمشيو للاماكن الفاخره، كنطلع لابارتمون زوينه، عايش مرتاح. واللي كتر من هادشي هو ان سهام ما كتخليني نصرف حتى حاجه، هي اللي قايمه بكل شيء. انا فلوسي كنت كنخسر شويه، كنصيفط ولدي النفقه وكنعطي الطريطه ديال الطوموبيل وكنشري الباقي في حوايج وروايح. واحد النهار قالت لي بغيتي طوموبيلتك بيعها، طوموبيلتي راه عندك، جاتني هي هذيك.
ولكن مني بعت طونوبيلتي ما خلصتش الكريدي، ضربتهم روايح والباس وبقينا على ديك الحال. كتب الله ودات عندنا بنت، وكانت الفرحه الكبيره، وسهام كملات على عادتها. داز واحد العام ونص، زاد عندنا ولد، وهنا مع الاسف سهام تبدلات واحد التغيير جذري ما بقيتش عرفتها. جمعت راسها مزيان وقالت لي انت هو الراجل ديال الدار، قوم بالدار كيف الرجاله، صرف علينا وغادي تعيشنا في نفس المستوى اللي كنا عايشين فيه. قلت لها راه ما يمكنش، انا راه عندي غير صالير قليل، راه ما يمكنش نعيشك في هذا المستوى. قالت لك هذا الشيء اللي كاين، انت هو الراجل، خاصك تصرف علينا كيف عايشين. مني قلت لها لا، قالت لي اذا خصنا نبدلو انا وياك الادوار، انت تولي شغاله الدار والدراري وانا نجيب الفلوس. انا هاد الفكره هادي ماشي رفضتها، انا بغيت نعاونها، نتعاونوا في كل شيء، ولكن هي لا، كان الغرض ديالها انها تحطمني، وكان الغرض ديالها انها تقلل مني، لانها ولات تقدم الناس كتقول لي ما كنصلح لوالو. وهنا ما كانش من طبيعه الحال غادي نسكت، ولا الصداع والمشاكل، ولات الاهانه غاديه معايا. ما صبرتش، طلقت سهام، صدقت مطلق 2 عيالات، وكنعطي النفقه ل3 د الوليدات، وبلا طوموبيل وبلا دار. خوتي كانت هذه قصه ديال مصطفى، وهو حاس بالخطا ديالو مسكين، راه قال لك مشيت للهاويه برجلي. كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يهديه للطريق الصواب هذا ما كان. وهاد المشكله ديال لي صالير وهذا راه كاينه في المجتمعات كاملين، ماشي غير في المجتمع ديالنا. كاينه المراه ملي كتبدا تجيب صالير كبر من ديال الراجل كتبقى تحس بالتفوق، وكتبقى تقلب على الاهانه تين الراجل، وهذا كيوضع مشاكل. والخدمه راه مزيانه البنات، انا ما كنقولش لكم الخدمه ما مزياناش عيب، ولا الخدمه بالعكس كتعطي واحد القيمه للمراه في المجتمع، كتعطيها واحد الاستقلاليه. ولكن امتى كيوقع المشكل؟ ملي كيبدا التفكير تغير المراه كتبدا تشوف الراجل بالشوفه ديال الاجره، ماشي بالشوفه ديال الاحترام. قد ما جاب قد ما كيسوى، هذا هو اللي كيدير المشاكل. وكنتمنى ربي يصوب الجميع، وهذا ما كان. والسلام عليكم، وحتى الفيديو اخر ان شاء الله.